أحمد زكي من الفنانين القليلين اللي عرف يجسد كل الشخصيات. أحمد زكي كان بيقعد كتير علشان يدرس ويحضر الشخصية اللي هو بيقدمها. عشان كده شفناه في أدوار كتيرة زي المحامي، زي بياع السمك، زي البواب، زي راجل الحكومة، أو حتى زي الرئيس. ومش بس عمل الأدوار دي، لكن هو كمان أتقن الأدوار دي جدا. اتقدم 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 وكفايه خلاص تتندم. للشمس للنور، للشمس للنور مش هيعطلنا سور. اتولد أحمد زكي سنة 1946 بمحافظة الشرقية، واتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز. كان أول ظهور ليه على خشبة المسرح في مسرحية حمادة ومها سنة 1967، وكان بيقلد فيها الفنان الراحل محمود المليجي. مصطفى، مش انت مش انت اللي بتقف قدامي. انا عندي رجاله بتاكل الحديد، رجاله بتاكل الزلط. اسمعني كل حاجه. هتجيب الفرن، هتحط على الفرن بنزين، هتطلقها في الغيط هيولع، هتتجوز زنوبه. أما عن أول ظهور ليه على شاشة السينما فكان في فيلم ولدي مع الفنان الكبير فريد شوقي سنة 1972. وكانت سنة 1978 هي السنة الأهم بالنسبة له، لأنه كان أول فيلم ليه بطولة مع الفنانة الكبيرة سعاد حسني، وهو فيلم شفيقة ومتولي. اتوفى أحمد زكي سنة 2005 بعد صراع طويل مع المرض، واللي ما يعرفش هو كان عنده سرطان الرئة اللي كان بسبب التدخين الكتير. وكان آخر عمل ليه هو فيلم حليم اللي اتعرض سنة 2006، يعني بعد سنة من وفاته. أحمد زكي ليه حوالي 80 عمل فني ومسرحي، منهم حوالي 50 فيلم عمل فيهم شخصيات كتيرة مختلفة، أهمهم فيلم البطنية، النمر الأسود، شادر السمك، الراعي والنساء، أيام السادات. وليه حوالي 7 مسرحيات، أهمهم مدرسة المشاغبين والعيال كبرت. أما عن المسلسلات فليه بعض المسلسلات الإذاعية والمسلسلات التلفزيونية، وكان أهمهم الأيام، هي قصة حياة طه حسين، وحكايات هو وهي. العالم خسر فنان كبير بموهبة كبيرة، بس قبل ما يسيبنا ساب لنا رصيد من الأعمال الكبيرة والجميلة اللي نقعد نتفرج عليها وما نزهقش. النهاردة كنا بنتكلم عن قصة حياة الراحل أحمد زكي. انتظرونا في الفيديوهات الجاية، ما تنساش تعمل لايك وشير وتستنى الفيديو الجاي.